ديالو قبل القمة. نحتاج 3 مفاتيح لعبور مصر العظيمة، والأنانية ممنوعة. يترقب عشاق الكرة الأفريقية مواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقي منتخبا مصر وكوتيفوار مساء اليوم على ملعب أغادير ضمن ربع نهائي كأس أفريقيا 2025 بالمغرب. يدخل الأفيال اللقاء بروح جماعية عالية وثقة كبيرة، بينما يعتمد الفراعنة على تاريخهم العريق وخبرتهم الكبيرة في مثل هذه المواعيد الحاسمة. وفي تصريحات لموقع كاف، أكد النجم الإيفواري أماد ديالو أن فريقه يخوض المباراة باحترام كبير لمصر، واصفا إياها بالدولة العظيمة في كرة القدم الأفريقية، مشددا في الوقت ذاته على ثقته في عمل فريقه منذ بداية البطولة. وقال ديالو: نلعب بهدوء وتركيز، نعرف قيمة مصر وخبرتها، لكننا نثق فيما بنيناه خلال البطولة، ونعرف ماذا نريد داخل الملعب. وعن سر قوة كوتيفوار أوضح: روح الفريق هي سلاحنا الأول، كل لاعب يقاتل من أجل الآخر، وكل واحد يتقبل دوره. لا مكان للأنانية عندما تكون مصلحة الفريق أولاً. بهذه العقلية نصبح فريقاً يصعب هزيمته. وحول مفاتيح الفوز على مصر، حدد ديالو 3 نقاط أساسية: التركيز الكامل من البداية حتى النهاية، الانضباط التكتيكي دفاعياً وهجومياً، استغلال الفرص بأقصى فاعلية. وأضاف: أمام منتخب مثل مصر أي خطأ صغير قد يكون ثمنه كبيراً. واختتم رسالته للجماهير الإيفوارية: دعمكم يمنحنا قوة هائلة، نشعل بكم في كل مباراة، وسنبذل أقصى ما لدينا لنبقي ساحل العاج فخورة ومتحمسة.